السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وبصحه جيده. اليوم جيتكم فيديو جديد، فيديو تاع الرفيس التونسي ولا الكعبوش، كل واحد كيفاش يسميه. يجي بزاف طري ويجي ساهل، طريقه تاعو بزاف سهله والنتيجه رائعه. تابعوا معايا طريقه التحضير. انا بالنسبه هنايا للسميد اللي استعملته درت سميد نصف خشن. هنا كاين بزاف اللي يستعمل السميد الرقيق عادي، كل واحد كيفاش كل واحد واش يدير. انا نحبه بهذه الطريقه. اول حاجه نبداو بها نحمصوا هذاك السميد تاعنا كيما هكا، نحمصوها مليح حتى يرجع اللون تاعو ذهبي. في هذه اللحظه نكون انا موجده التمر تاعي. التمر ديجا راني نحيت له كامل هذاك العظم تاعو. انا هنا عندي 400 غرام تاع التمر، درت كميه قليله مع 100 غرام تاع زبده. هنا بعد ما حمصت هذاك السميد وهو سخون رميته فوق هذاك التمر والزبده كيما راكم تشوفوا. هنايا راني نخلط بالمغرف. مازال سخون، دوك نبدا نخدم فيه بيديا كيما هكا. خلطوا مليح هذاك التمر. هنا كاين بزاف اللي يزيد الحسل، هنايا الحسيله. انا ما حبيتش نديرها لانه التمر وحده راح يعطي حلاوه مليحه، ما يجيش حلو بزاف. غير التمر هنايا راح يكفينا. هنايا باش ينجح لكم كيما راكم تشوفوا، هنا لازم تعجنوه مليح. لازم هذاك التمر تدخلوه مليح مع السميد كيما هكا بهذه الطريقه، باش من بعد ما تخرج لكمش هذيك الزبده منه ويجيكم ناجح. هنا نكمل نعجنوه مليح ونخليه يريح واحد ربع ساعه ونرجع نخدمه كيما هكا. هنا بالنسبه للطابع انا استعملت هذا الطابع تاع المقروط. درت الرفيس تاعي كيما هكا، درته على شكل حربوش. هنا تقدروا ديروه في ليمول تاع سيليكون ولا ديروه في الطابع تاع المعمول، راح يجي ثاني شباب. انا حبيته بهذه الطريقه، نقطعه كيما هكا ونسقم له هذوك الاطراف تاعو اللي يكونوا خارجين. صدقوني جا ما شاء الله يجي طري، يبقى لك مده طويله هو طري. انا درت كميه قليله وخرجت لي حبات لاباس بهم. هنا اللي تحب تزيد تضاعف غير الكميه تاعها. هذا هو الشكل تاعو. يجي ما شاء الله، سيختو في الاوقات تاع الامتحانات راح يشد على القلب. نعرفوا هذه الوصفه تاع جدودنا تاع زمان كانوا يديروها كيما هكا. نكملهم بنفس الطريقه وراح تشوفوهم معايا في صحن التقديم. هذا هو الشكل النهائي تاع الرفيس التونسي ولا الكعبوش. جاء ما شاء الله، ما مقطع لي كميه مليحه، ويجي ساهل ويجي بنين. جربوه، رانا فترة الامتحانات راح يعجب أولادكم، مام راح يشبعهم ومام يجي ما شاء الله يجي بنين. راه فيه التمر ونعرفوا تمر صحي. إن شاء الله يعجبكم، ونقولكم ما تنساوناش من الجيم والاشتراك.